دلوقتي أنا هشرح الأرقام من 11 لحد 50 في اللغة الفرنسية. لو أي حد لسه محفظش الأرقام من 0 ل10 يرجع يسمعهم إن هما يفرقوا معانا جدا في ايه؟ من 11 لحد 50. طيب هنبدأ نكتبهم ازاي؟ أول حاجة هبدأ أكتب رقم 11 عن طريق إن أنا بكتب نمبر 1 بالإنجلش كده. هنبدأ يعني احنا لو حافظين حروف الإنجلش الموضوع بالنسبة لنا هيبقى أسهل. أنا كده هاجي هنا أكتب نمبر 1 O-N-E واعمل حسابي ان دايما قبل الاي، قبل حرف الاي بحط زد. طب ده مع كل الارقام يعني؟ لا مش مع كله. مع رقم 11 بحط زد قبل الاي. مع رقم 12 نفس الكلام زد او. مع 13 نفس الكلام زد او. مع 14 نفس الكلام زد او في الاخر. مع 15 نفس الكلام زد او. مع 16 نفس الكلام زد او. يبقى احنا كده عرفنا النهاية بتاعة الأرقام من أول 11 لحد 16، وفي نفس الوقت عرفت ازاي بكتب رقم 11 ذات نفسه، ان احنا بنكتب كلمة 1 وعن طريق 1 دي بنحط زد قبل الإي. دي كده بالنسبة لرقم 11. ندخل في اللي بعده رقم 12. بكتب ازاي 12؟ بكتب 12 عن طريق أول حاجة بنطق الكلمة، فالكلمة عندي نطقها دوز. دوز، فأنا أول حاجة بنطقها اسمها دوز. طيب وبعدين الحروف بتاعتها قريبة جدا لرقم 11. طب ازاي يعني؟ دلوقتي أنا هسأل سؤال. دوز ايه أول حرف أنا بنطقه؟ دوز دوز. أول حرف واضح بيتنطق هو حرف الدي، هو حرف الدي. طيب وبعدين هغش باقي الحروف من رقم 11 اللي هو 11. ازاي؟ بعد ما كتبت الدي هاجي عند 11 هنزل الأو زي ما أنا كتبتها. يبقى الأو هنزلها، هاجي هنا الأو هنزلها، والإن هقلبها. يعني بدل ما هي إن بتتكتب كده يعني بصة لتحت، لا هخليها يو بصة لفوق. يبقى تاني الأو هنزلها والإن هقلبها، بدل ما هي إن بصة لتحت هتبقى يو بصة لفوق، والزد أو في الآخر زي ما هم. يبقى أنا كتبت دوز عن طريق إن أنا حافظة أونز. الأو هنزلها والإن هقلبها وباقي الحروف بتنزل. بس كده 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 الحرف الأولاني بيتنطق. طب دي طريقة. الطريقة التانية ان احنا نبقى عارفين قواعد النطق. يعني مثلا نبقى عارفين ان الاو يو بتاعت دوز، حرف الاو وحرف الاو بيتنطقوا او. فلما اجي اقول دو انا ابقى عارفة ان النطق ده بتاع حرفين الاو واليو. دي كده تاني طريقة. بس يبقى احنا كده خدنا رقم اونز واخدنا رقم دوز. طيب ندخل على تراز. دلوقتي احنا بناخد تراز هناخده مع 16. تراز وساز مع بعض، تراز وساز مع بعض. ازاي يعني؟ بقول كده تراز وساز صحاب. ازاي برضو؟ هقول لكم. دلوقتي تراز احنا لو حافظين بقى الارقام من 1 ل10 كويس هنبقى عارفين ان رقم 3 اول حرفين فيه تي ار. تي ار. وهنبقى عارفين ان اول حرف في رقم 6 هو الاس. فانا هستخدم اول حرفين في رقم 3 عشان اكتب 13، واول حرف في رقم 6 عشان اكتب 16. طب وبعدين؟ طيب قبل ما نشوف بعدين تعالوا نركز. يبقى انا كده كتبت التي ار مع 13 وكتبت الاس مع 16. تمام. طب انا لسه بقى بدأت الكلام وقلت ان التلاتة والستة هياخد اول حرفين فيهم، وبعدين قلت ان ال13 وال16 صحاب. صحاب ازاي يعني؟ صحاب في النهاية. ازاي يعني؟ بعد ما كتبت
البداية تي ار وكتبت الاس، هكتب او اللي هي الاي اي زد اي. هقول الارقام بالانجلش عشان الموضوع يبقى سهل شوية في الاول وبعدين نقولها فرنسية. اي اي زد اي 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 زد اي. يبقى لو نركز رقم 13 نفس الحروف بتاع بداية رقم 3، ورقم 16 نفس أول حرف في رقم 6. طب وبعدين التكملة هتبقى 13 و 16 زي بعض، اي اي زد اي 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 زد اي. طيب علشان برضو نبقى ننطق فرنسي صح، الحروف دي اسمها عندي ايه؟ ت ار او اي زد او. تراس. بالنسبة ل16 اس او اي زد او. ده كده بالنسبة لكتابة رقم 13 وكتابة رقم 16. طب تعالوا كده نعيد على النطق بتاعهم. احنا قلنا 11 11، 12 12، 13 13، 16 16. يبقى 11 12 13 16. كده فوتنا مين؟ فوتنا 14 و15. طيب هنكتبهم ازاي؟ نفس الكلام، هنروح عشان نكتب 14 هنروح نغش من 4. طيب نركز كده على جنب. انا هبدأ اكتب دلوقتي كو، بعد كده حرف اليو، بعد كده حرف الآ، بعد كده حرف التي. انا كده بكتب رقم ايه؟ 4. حرف التي واسيب مسافة واكتب ار، واسيب مسافة واكتب ار. بعد ما سبت مسافة عشان اكتب الار هاجي في الفراغات. ثانية واحدة. هاجي في الفراغ اللي هنا ده هزود حرف. طيب تعالوا بس الأول نكمل رقم 4. كيو يو اي تي ار وفي الآخر بحط اي. في الآخر بحط اي. طيب أنا دلوقتي هسأل سؤال. احنا متعودين ان من رقم 11 لحد رقم 16 قبل الاي بحط حرف الزد، يبقى انا هاجي هنا احط زد، وبعدين هاجي هنا ما بين التي والار احط او، يبقى اسمها الكلمة 14. كتبتها عن طريق ان انا كتبت رقم 4 كيو يو اي تي ار اي، وبعدين جيت قبل الاي زودت زد زي ما بنزود في العادي ما بين الارقام 11 لحد 16، وجيت قبل الار زودت او، فالكلمة بقت اسمها 14. الكلمة بقت اسمها 14. طيب دلوقتي هبدأ اشرح رقم 15. برضه هنستعين برقم 5. كان سي اي ان، لا الان دي مش حلوة. سي اي ان حرف كو. سي اي ان كو. طيب وبعدين عشان اكتب 15 هي اسمها كنز. فطبعا احنا اتفقنا الارقام كلها ما عنديش رقم الكي خالص، يعني لما اقول كنز فانا مش هكتب كي. لما اقول كنز انا هكتب اول حرف كيو. وبرضو كنا متفقين واحنا بنذاكر قبل كده حرف الكو ده، حرف الكو ان ما ينفعش الكو تيجي وراها حروف وما اكتبش وراها صاحبتها اليو. يبقى انا كتبت كيو صاحبتها اليو، كيو صاحبتها اليو. طب وبعدين هروح اخد من رقم 5 الاي ان، يبقى كيو يو ان،
وفي الآخر زي باقي الأرقام من 11 ل16 زد ايه. دي الطريقة بتاعت كتابة رقم 15. يبقى كيو يو ان زد اي، كيو يو ان زد اي. كده احنا خلصنا الأرقام من أول 11 لحد 16. كنز زي رقم 5 كده، زي ما كنت بنطق رقم 5 سانك بيبقى النطق مفتوح. نفس الكلام مع 15 كنز. يبقى الأرقام تاني من 11 لحد 16. أونز 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 أونز. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنقول كل رقم 5 مرات وبعدين مرة أخيرة في الآخر. يبقى أونز 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 أونز. 12 دوز 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 دوز. 13 تريز 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 تريز. 14 كاتورز 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 كاتورز. 15 كانز 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 كانز. 16 سيز 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 سيز. يبقى هي دي كده الأرقام من 11 لحد 16. يلا نكمل من 17 لحد 19. 3 أرقام دول بقى سهلين قوي مفهومش حاجة. احنا لو كنا حافظين رقم 10 كويس، رقم 10، فأنا بالنسبة لي رقم 17 عبارة عن 10 زائد 7. ورقم 18 عبارة عن 10 زائد 8. ورقم 19 عبارة عن 10 لأ، ثانية واحدة. الشاشة أين رحتي؟ أين ذهبتي أيها الشاشة؟ ثانية. هو كده أنا جبت الشاشة تاني رجعت. 10 عبارة عن 10 19 عبارة عن 10 زائد 9. فده بالظبط اللي أنا هكتبه بالفرنسية، يعني نفس اللي أنا كاتباه دلوقتي بالأرقام. أنا كاتبة دلوقتي بالأرقام 10 زائد 7 10 زائد 8 10 زائد 9. نفس الكلام ده هكتبه بالفرنسية، يعني هقول 10 و7 يعني يبقى 17. 17. 18 10 يعني 10 واحط شرطة في النص ويت. 19 10 واحط شرطة في النص نف. طيب الشرطة اللي في النص مهمة، هي الأرقام بتتكتب بالشكل ده، يعني بعد ما اكتب 10 منساش الشرطة دي اللي في النص ما بين 10 و7. بعد ما اكتب 10 ويت منساش الشرطة اللي في النص ما بينهم. وانا بكتب 10 يعني مستناش اكتب 10 نف وبعدين ارجع احط الشرطة، لا، هو انا اكتب 10 شرطة 7، 10 شرطة ويت، 10 شرطة نف، انجز نفسي كده. فهي دي كده طريقة الأرقام من أول 17 لحد 19. احنا قلنا 17 18 19 بكتبها ازاي؟ عن طريق ان انا بكتب 10 7، 10 جنبها 8، 10 جنبها 9. طيب هأكد لو حد ناسى النطق بتاع 7 8 9 أو طريقة كتابتهم، في فيديو لوحده أرقام من 1 لحد 10 مهم جدا نذاكره، علشان أي رقم احنا بناخده دلوقتي فهو معتمد على الفيديو اللي فات. يلا بينا نكمل. ثواني نشيل دول من هنا. اوكي يلا بينا دلوقتي ناخد الأرقام 20
30 40 50. ايه ده، هناخد كل ده مرة واحدة؟ يعني مش بالظبط. يلا بينا بس نشوف هنعمل ايه، هما سهلين. احنا لو حفظنا رقم 20، انا لسه هشرحها، بس خلينا نقول ان احنا لو حفظنا رقم 20 اللي هي اسمها 20، اللي هي اسمها 20، فانا بكل سهولة هقدر اكتب 21. لو نركز كده 20 اي 1 اللي هو رقم 1، وبعد كده 22 20 شرطة 2 يبقى 20 جنبها 2، 23 20 شرطة 3، 24 20 شرطة 4، 25 20 شرطة 5، 26 20 شرطة 6، 27 20 شرطة 7، 28 20 شرطة 8، 29 20 شرطة 1. فلو ناخد بالنا ان كل ده انا عامله عليهم بالهايلايتر دول، الان هو رقم 1، الدو هنا هو رقم 2 اهو اللي احنا حفظناه الفيديو اللي فات، 3 اهو الناحية التانية اهو خدناه برضو الفيديو اللي فات، هي الارقام اللي احنا حفظناها المرة اللي فاتت مفيهاش تغيير. يعني معانا من 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10. طبعا 10 خلاص. فاحنا معانا هي الارقام اللي حفظناها المرة اللي فاتت، هي اللي هستخدمها لما اجي اقول 21 22 23 4 وهكذا. طيب، فاحنا المطلوب مننا علشان نكتب 21 لحد 29 مفروض مننا حاجتين. الحاجة الأولانية إن احنا نحفظ رقم 20 ذات نفسه. طيب، ايه هي الطريقة اللي هنحفظ بيها رقم 20؟ في طريقة لذيذة أوي. الطريقة دي بتقول بص، في الأول V، أنا أول حرف هكتبه V، في الآخر T. يبقى نقول مع بعض، في الأول V في الآخر T، في الأول V في الآخر T، في النص ING، في النص ING. كلنا عارفين ING دي من الإنجليش، دايما بتاخدوها فيرب بحط له بلس ING، فهي ING دي. فأنا عشان أكتب رقم 20 عشان النطق بتاعه مختلف عن الكتابة، فنركز قوي في الأغنية دي نقولها مع بعض، في الأول V في الآخر T، في النص ING، في الأول V في الآخر T، في النص ING. طيب، أنا كده قلت علشان نكتب الأرقام من 20 ل29 محتاجة حاجتين. الحاجة الأولانية إن احنا أصلا نعرف كتابة رقم 20. طب والحاجة التانية؟ الحاجة التانية ناخد بالنا من ملحوظة كده مهمة قوي قوي. انا كده بمسح كل هايلايترز عشان تركزوا في الملحوظة دي، مهمة جدا جدا جدا، اللي هي رقم 21 او 31 او 41 او اي واحدة هناخدها ما بنكتبش مثلا. يعني احنا دلوقتي خدنا 20 يعني فا، فالمفروض اعمل فا شرطة اللي هو رقم 1. لا، رقم 1 الوحيد اللي ما بياخدش الشرطة ما بين 20 و1 او 30 و1 او 40 و1. امال بياخد ايه؟ اي تي. الاي تي دي بتتنطق ايه؟ طب دي معناها ايه؟ معناها 20، يعني فا اي معناها 20 وواحد. فا اي دي معناها 20 وواحد. احنا في العربي بنقول 21، هي الواو دي، الواو 21. على عكس باقي الحروف، احنا في العربي بنقول 22 23 24 25، فما بنحطش الو، يعني 21. الواو و20 دي ما بنقولهاش في باقي الأرقام. ما يعني بنقول 22، مش 22، مش 23. احنا بنقول 22 23 24 25. فرقم 1 الوحيد اللي هو فيه و. فده نفس الكلام هعمله في الفرنسي، هقول فا ايه اللي هي حرف الاي تي دي بتتنطق ايه واحد، فا ايه فدي ملحوظة مهمة جدا نبقى عارفينها، ان انا في رقم 1 بستخدم كلمة ايه اللي هي بتتكتب اي تي. طيب دلوقتي فاضل لنا تلات ارقام ونكون خلصنا طريقة كتابة الارقام من 11 لحد 50.
ايه التلات ارقام اللي فاضلين؟ فاضل نحفظ رقم 30 ونحفظ رقم 40 ونحفظ رقم 50. لو حفظنا 30 و40 و50 نقدر نستخدم بقى 31 زي 21 نفس الطريقة، 41 زي برضو 21 نفس الطريقة، 32 33 34 35 لحد 39 بنفس الطريقة اللي عملتها مع رقم 20، اللي هو بكتب 30 وجنبها 2، 30 وجنبها 3، 30 وجنبها 4، وهكذا. فيلا بينا دلوقتي نحفظ رقم 30. 30 ترونت، 30 ترونت. طب هكتبها ازاي؟ أول حرفين هاخدهم من رقم 3 تي ار، تي ار. بعد كده اي ان تي اي، اي ان تي اي، اي ان تي اي. يبقى أول حرفين باخدهم من رقم 3. وبعد كده اي ان تي اي، اي ان تي اي، ترند. ده لو هكتبها ترند، بس طبعا النطق بتاعها ترونت. طيب بعد ما كتبت رقم 30 عايزة دلوقتي أكتب 31، فأنا هكتب ترند. هحط شرطة ولا هكتب ايه اللي هي الاي تي؟ هكتب ايه علشان رقم 1 بياخد ايه، يبقى ترونت ايه كده 31. طب عايزة اكتب 32، ترونت دو. 33 ترونت تروا اللي هو رقم 3. طب 4 يعني ايه؟ كتر. فأنا عايزة أكتب 34، ترونت شرطة كتر. 35 الأول 5 يعني ايه؟ سانك. طب لو عايزة أكتب 35 ترونت شرطة سانك. عايزة أكتب 36 ترونت شرطة سيس. عايزة أكتب 37 ترونت شرطة سات. طب يعني ايه 8 ويت؟ عايزة أكتب 38 ترونت شرطة ويت. عايزة أكتب 39 الأول يعني 9 نف، يبقى 39 ترونت شرطة نف. طيب كده المفروض مفيش حاجة صعبة، الموضوع سهل، احنا بس عايز تركيز يعني. لو فاهمينه فخلاص هنكتب بسهولة. يتبقى لنا نحفظ رقمين، يتبقى لنا نحفظ رقم 40 ورقم 50. طيب 40 بكتبها ازاي؟ 40 بكتب كار. ايه يا حروف كار؟ احنا لو هنكتب كده كار بالانجلش هنكتب سي اي ار، كار سي اي ار. نفس الكلام هنا، بس بدل ما استخدم السي، بدل ما استخدم حرف السي مش هستخدم سي، لا هستخدم كيو يو. زي رقم 4 استخدمت كيو يو، رقم 14 استخدمت كيو يو. فانا هنا برضو في الكار، كار افتكروها كده بالعربية كار بالانجلش، احنا اخدين في الانجليش عربية يعني كار. فانا نفس النطق كده كار، بس مش هكتبه بالسي، هكتبها بالكيو يو واكمل باقي الحروف كيو يو اي ار. فانا كده كتبت كار، دي اول جزء. كارانت انت. بقولها للصغيرين كده بطريقة فاني قوي. الانت اللي في الاخر دي بكتب عربية نملة، يعني كار وبعد كده انت نملة اللي هي اي ان تي. احنا المفروض عارفين برضو ان النملة يعني انت، فبكتب عربية نملة كار انت، وفي الاخر بحط اي، يبقى كار انت وفي الاخر بحط اي. مفهومة؟ يبقى بكتب كار انت وفي الاخر بحط اي. والكار مش بكتبها بحرف السي، بكتب كار بايه؟ بالكيو يو، بكتب كار بالكيو يو. طيب دلوقتي انا عايزة اكتب 41، مين شاطر هيقول 41 هتتكتب ازاي؟ سهل، هكتب 40 وجنبها 1. وما ننساش
رقم واحد الوحيد بياخد ايه؟ معناها و، أو 40 وواحد. 41. طب مين شاطر هيعرف 42؟ أول حاجة هسأل نفسي يعني ايه رقم 2؟ 2 يعني دو، فهقول 42 ازاي؟ 40 شرطة دو. طيب 43، يبقى أول حاجة هسأل نفسي يعني ايه 3؟ 3. فعشان أكتب 43 40 شرطة 3. 44 الأول افتكر 4 يعني كتر، وبعدين أقول 40 40 يبقى 40 شرطة كتر. 45 40 شرطة 5، 45. 46 40 شرطة 6. 47 40 شرطة 7. 48 40 شرطة 8. 49 40 شرطة 9. كده دي الأرقام بطريقة كتابتها. طب تعالوا نسمع النطق كده قبل ما نكمل 50، عشان ايه نبقى ظبطنا النطق صح. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 30 34 35 36 37 38 39. الأول 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. دلوقتي هنشوف هنكتب 50 ازاي. 50 بكتب رقم 5 5 سي اي ان كيو، واحنا متفقين ان اي كيو هتيجي في نص الكلام او بعدها حروف تانية لازم يتحط بعدها يو، يبقى كيو يو. وبعدين بكمل كتابة انت عادي زي في رقم 40. مش انا في رقم 40 قلت كار انت وبكتب انت اي ان تي وفي الاخر بحط اي، هو نفس الكلام هعمله في سانكونت. بكتب رقم 5 وانت، وما بين 5 وانت بحط اليو. ليه بقى؟ علشان الكيو ما ينفعش تيجي من غير اليو طول ما في حروف بعدها. بس كده. ده كده الكتابة بتاعت رقم 5. تاني هكتبها ازاي؟ هكتب رقم 5 سانك، علشان في حروف تانية بعد الكيو فلازم بعد ما اكتب سانك احط يو، احط يو. وبعدين اي ان تي اي زي رقم 40 اللي هي اتفقنا كده حفظنا كلمة انت. فاحنا نفس الحروف بتاعت انت هكتبها في رقم 40 وهكتبها في رقم 50. بس كده، هي دي كده الارقام من اول 11 لحد 50. اي حد ما كانش سمع الفيديو
بتاع الأرقام من 1 ل10 يدخل يسمعه، علشان هيساعده جدا وهو بيذاكر الأرقام دي. كل دول يعني من 11 لحد 50 معتمدين على من 1 لحد 10. دي حاجة. تاني حاجة، كل اللي عجبه الفيديو مينساش يعمل لايك سبسكرايب، يبعته لصاحبه علشان صاحبه كمان يستفيد ويتعلم. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.